تختلف الأفكار واللعبة واحدة. التطبيق متشابه والتقنية تتغير، لكل منهم فلسفة خاصة في عالمه، ربما من أجل التميز ببصمة يجسدها نجوم من زوايا أوروبا. لكن في محاولة لتركيب لاعبين جدد على فلسفتك يا غوارديولا قد تكون الأمور معقدة. To change the mentality, to change what we want. So maybe we will need a little bit more time. أحال الأمر إلى عامل الوقت من أجل تغيير فكر اللاعبين للتماشي مع فلسفته في البريمير ليج. هنا صعب الأمر في إنجلترا عندما حاول فعل ما نجح به مع برشلونة والبايرن إلى حد ما رغم كل الانتقادات. إيماءاته بادئ المشوار أوحت على استجابة المان سيتي لدروسه، والأصل 6 انتصارات متتالية، لكن سرعان ما اتضح الأمر في المباريات التسعة الأخيرة بدأ وكأن زاباليتا يستنجد به في المباراة لفهم إشاراته، والآخر راكضا لفهم أبجدية العبقري. فبين تشبث غوارديولا بأفكاره وانتقادات الشارع الإنجليزية خرجت وسائل الإعلام وعنونت: غوارديولا يعاني من أزمة في مسيرته التدريبية، بل في صعوبة لاستيعاب العالم الرياضي لمخططاته. والمان من جهة أخرى يعاني من صفة الفريق العادي والفريق التائه. صحيح أن في إنجلترا لا تكفي النتائج بل الاستحواذ أيضا، فالخسارة أمام ليستر جعلته يتوقف عن عادته ليضع النقاط على الحروف. فهل ستقنع الجميع يا بيب بفلسفتك وتصنع كرة جديدة، أم أنك ستكتفي بالخروج على قرار أنها كرة إنجليزية؟